السلام عليكم، كيفكم غوالي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واليوم راح اعلمكم طريقة البيتزا ب5 دقايق. شتي طيبة بيتزا ب5 دقايق بتكون جاهزة، واطيب من هيك ما في. طبعا لازم يكون عنا توست بدل العجينة، جبنة اشتوان وفليفلة حمراء وخضراء وبندورة، وهي عنا السجق، وطبعا الكاتشب موجود. هلا بنحط ورق زبدة ونصف التوست. بهالطريقة هلا بنحط كاتشب، هلا بنحط جبنة الاشقوان فوق الكاتشب هيك بهالشكل. قرنت السجق، هلا رح احطه فوق البيتزا. هلا رح احط الخضار، بندورة فليفلة هيك طلعت بهالشكل، ما شاء الله على المنظر. هلا راح زينها بزيتون الاسود كهالشكل هيك. انا كتير بحب الزيتون هذا الاسود. هيك خالصة معنا، راح نحطها بالفرن. حميت الفرن بحرارة 180 درجة، شايفين هو هلا حامي. هيك صارت البيتزا، صحتين وهنا على قلبكم. تفضل يا جماعة، ما طولت بالفرن غير دقيقتين بس، تركتوها اكتر بتحترق. انتبهوا لدقت انا معي شوي بس كتير طيبة. وأكلة سريعة وطيبة ومغذية للأطفال وللكبار كمان. صحتين وهنا على قلبكم. اللي عجبوا الفيديو لا ينسى يحط لي لايك، واللي ما مشترك بقناتي يشترك، وبشوفكم فيديوهات جديدة. سلام.